نبتدي الفيلم ببيري بتسبح في المسبح، ومدير المسبح بيعلق ورقة ان المسبح هيقفل خلال اجازة، وكلارا عاملة النظافة شافها المدير بتسرق فلوس الزباين وطردها وقال لها تنظف المسبح قبل ما تروح. وهنا جونا اخت بيري جت تسبح معاها بعد ما خدوا موعد بينهم، وجونا هنا بتحكي لها انها زعلانة عشان سابتها بيري لوحدها بعد ما اتخطبت، وطلب المدير من كل اللي في المسبح يخرجوا عشان هيقفل. وهم بيجهزوا نفسهم يخرجوا اكتشفت بيري ان خاتم الخطوبة ضاع منها، فخدت جونا بالها ان الخاتم في قاع المسبح معلق في البلاعة، ونزلت بيري واختها عشان يخرجوا الخاتم. في نفس الوقت المدير ملقاش حد في المسبح لان البنتين غاطسين تحت، قفل المسبح بغطا المسبح واتحبسوا البنتين في المسبح، وكانوا مرعوبين ومش عارفين يخرجوا ازاي. وكانت جونا متوترة وصعبة تتنفس، لكن بري بتهديها وبتقول لها هنلاقي حل. وحاولوا البنتين يرفعوا غطا المسبح لكن لقوا الموضوع صعب، واتفقوا انهم يتفرقوا ويدوروا على اي مخرج. ولقت جونا فتحة صغيرة في الغطا وحاولت